أكيد مش بيعدي عليك يوم إلا وخصصت جزء كبير من وقتك للدخول في أقل من دقيقة لعالم كبير ومثير، هو عالم السوشيال ميديا بكل أنواعها ومغرياتها. الفيسبوك وتويتر وأنستا وغيره وغيره، عالم كبير جداً أنت بقيت جزء منه بشكل أكبر من العالم الحقيقي والواقعي اللي بتعيشه بجسمك. ولو عدى وقت من غير ما تدخل العالم ده هتحس إنك تايه ومتوتر وفي حاجة مهمة ناقصاك، وكأن النور قطع من دماغك وحياتك فجأة. تفتكر ده شيء عصري وإيجابي وتطور تكنولوجي، وهل أثر على نظرتك لنفسك ولغيرك؟ وهل أثر كمان على علاقتك باللي حواليك؟ وإيه اللي حصل لك من متغيرات مجتمعية مهمة جداً؟ التساؤلات دي بيقدمها مؤلف كتابنا فلسفة البلوك للكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، وبيجاوب عليها من خلال منظور فلسفي جديد وعصري، وفي محاولة منه لتفسير سلوكيات وشخصيات نشطاء السوشيال ميديا وتأثيرهم عليك وعلى المجتمع. مش بس كده، ده بيأهلك إزاي تتعامل وتتعايش مع العالم الكبير والمثير جداً لتفكيرك والمؤثر جداً على حياتك، وإنك ما تسلمش عقلك تسليم أهالي لأصحاب المنصات وتكون فريسة سهلة لأفكارهم واتجاهاتهم المغلوطة. فاكرين ثورة 25 يناير المصرية اللي قلبت نظام الحكم عام 2011؟ قبلها بشهور قليلة انتشر موقع الفيسبوك وظهرت صفحات كتير ومجموعات بتهاجم نظام الحكم المصري وقلبت عليك المواجع، وكان كل ده علناً وعلى مسمع ومرأة من الشعب والنظام والإعلام. وسرعة الانتشار دي وجرأته حصلت لأول مرة في تاريخ مصر، وطبعاً سلمت الصحف والبرامج التلفزيونية رقبتها لمارك زوكربيرج، وزاد ارتباط الشعب بالمواقع دي جداً وحس إنه من خلالها هيقدر ينشر الحقائق ويغير الواقع. وبعد ما خلصت الهوجة لقينا نفسنا في ورطة ولغاية دلوقت مش قادرين نطلع منها. وظهرت بعد كده ظواهر جديدة وغريبة هيعرضها علينا الكاتب بمنظوره الخاص، والظواهر دي غيرت من أسلوب التعامل بين الناس، زي إنك تعاتب حد بسبب إهماله لمنشورك. أنت ما بتشيرش ليه البوست بتاعي؟ مش بتعمل كومنت ليه على كلامي أو صورتي؟ هو مفيش لايك لصاحبك؟ ولو حد زعل من حد ولا حاجة يقوله والله لأعمل لك البلوك، كدفاع عن النفس وتعبير عن الغضب. ده غير هوس الترند والقصص الغريبة اللي بنسمعها يومياً عن حياة الناس الشخصية أو المشاهير وغيرهم لما بقت محور حياة الناس وأثرت عليهم. ده حتى رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب استغاث وقال يا ناس اقفلوا الفيسبوك من كتر الأخبار اللي بتتقال عليه ومسوقة سمعته. والغريبة إن الفيسبوك تجاهل طلبه وقفل حسابه وعمل له حظر. ناس كتير بقت مدمنة للفيسبوك، ده انت بقيت بصباع واحد تفضل تحرك الصفحة بلا هدف، بتدور عن اللاشيء، كأنك بتدور على أي حاجة تخلي حياتك أحسن، ولكن من غير ما تحس هتلاقي نفسك بتغرق في منشورات وأخبار وفيديوهات أغلبها سلبي بيتحكم فيها الناشطين صناع المحتوى، وتنتشر بخوارزميات الإنترنت أو ما يسمى بالذكاء الصناعي اللي بيتحكم في اختيارك ورؤيتك للحياة بدون أي تأهيل واستعداد نفسي أو عقلي لكل اللي بتشوفه وتسمعه. في عام 1958 حذر الكاتب الإنجليزي ألدوس هوكسلي إن في القرن ال21 هيبقى فيه قوة عظمى مسيطرة على العالم بالتكنولوجيا الحديثة، وفضل طول حياته يحذر من التقدم التكنولوجي مش هيكون لصالح الإنسان لأنه هيسيطر على عقله وتوجهاته. والتنبؤ ده كان قبل سنوات طويلة من ظهور مواقع التواصل الاجتماعي اللي كان وقتها بس أقصى تطور هو السينما والتلفزيون ببداياته. وفي عام 1984 كتب جورج أورويل في أحد رواياته الشهيرة عن أجهزة المراقبة المنزلية بالتلفزيون من قبل حتى ما يكون في انتشار للأجهزة دي، ومدى خطورتها في مراقبة التفاصيل الحياتية للناس بشكل مرئي ومسموع. ما كانش متوقع إن الإنسان في عصر الإنترنت هيسلم نفسه وحياته كلها للمراقبة وبمزاجه، وإن حياة الناس العامة والخاصة لايف في أي وقت ولأي حد، مع إن الحياة الخاصة لها حرمة وعورة، لكن لا حياة لمن تنادي. كله بيلايف وبيشير حياته للناس عادي جدا، والغريبة إنهم بيشتكوا إن الناس مش سايباهم في حالهم ومتطفلين عليهم. إيه التناقض ده؟ وانتشرت ثقافة التعبير عن الغضب والزعل والمقاطعة بعمل البلوك المتين، سلاح للدفاع عن النفس والاستغناء عن أي حد يضايقك أو يزعلك في أي وقت. وطبعاً المنصات دي فرضت قواعد وشروط تتحكم فيك، فلو غلطت أو خالفت شروطهم مالكش إلا الحظر.
وبيأكد الكاتب إن الفيسبوك عالم مش بيقدم لك الحقيقة بس، ولا هو عالم افتراضي بحت، لكن هو مزيج بين الاتنين. وللدخول جوه العالم ده لازم يكون معاك فلاتر من كل الأنواع علشان تصفي الأخبار والمعلومات اللي بيهبدها كل من هب ودب ليل نهار من غير وعي أو ثقافة أو مصادر تثق فيها. والناس دي اتكلم عنهم الكاتب بكل وضوح. فمثلا بتلاقي كمية الناس المتشائمة اللي بيصدروا لك كل شوية عقد ومشاكل وأفكار سلبية، حاجة كده إنما أورجانيك، ومش بيشوفوا أي حاجة حلوة في الحياة. وكمان في ناس تانية تافهة وسطحية نازلين بأفكار وآراء وقصص أتفه منهم، حاجة كده ملهاش 30 لازمة. وفي ناس بيقول عليهم الكاتب الذين اقتربوا ولم يروا، ويقصد بيهم الناس اللي بتتعمد تنشر آراء غريبة ومثيرة للجدل، وأحياناً بتوصل الناس للغضب والاستنفار، غير مبالين بأي حد. بيفسروا الظواهر ويفلسفوا المواقف على مزاجهم من قبل ما تحصل، مدعين الفهم والقدرة على تحليل الأمور، وهم أبعد ما يكون من ده. ناس محتاجة تتعالج، مش كده؟ أما النوع الأخير اللي اتكلم عنه الكاتب سماهم الحمقى، وهم أصحاب المنشورات والتعليقات السخيفة والمهينة، متنمرين السوشيال ميديا. هم كانوا موجودين في وسطنا عادي ومتعايشين بنفس أسلوبهم في الحياة، وكانوا بيقولوا تعليقاتهم دي برضو بس وجها لوجه. لكن دلوقتي السوشيال ميديا ادتهم الفرصة الأكبر لممارسة حماقاتهم باحترافية أكبر، للتعبير عن سخافاتهم دي بقوة وبدون فرامل. وفي الوصف ده اتكلم الأديب الإيطالي ألبرتو إيكو إن المنصات دي ساوت بين الحمقى والحاصلين على جائزة نوبل في حق الكلام، ووصفهم بإنهم غزو البلهاء، لأن المنصات دي شالت حاجز الخجل ومنحتهم الشجاعة الوهمية. ما اتكلم براحتي، هو حد شايفني؟ وفي جزء آخر من الكتاب بيقولك الكاتب إن السوشيال ميديا فرقت بين الإنسان وحواسه الخمس، بمعنى إنك بقيت تحكم على الناس من مجرد بوست أو صورة أو رأي بيقولوه على صفحات التواصل بدون ما تشوفهم بعينك ولا تعرف مدى صحتهم أو صدقهم، وهل هي الحقيقة ولا مجرد ده كلام. وعشان تتأكد من صحتها هتاخد وقت ومجهود، فالأسهل إنك تصدقها وخلاص، والمصيبة إنك بتتفاعل معاها كمان وتنشرها بدون ما تفكر أو تتأكد من صحتها بالضغط على أخطر كليك، وهو المشاركة أو الشير. الناس بقت تتعامل مع بعض من وراء شاشات، والشاشات دي مجرد وسيط بينقل لنا ما يراد أن ينقل، مش اللي بيحصل فعلا. بنسمع وبنشوف، لكن حواسنا شبه معطلة، لأن اللي بنشوفه ونسمعه مش حقيقة مؤكدة. ده وصل الموضوع لحاسة التذوق، زي مثلا ما بتقنع نفسك إن الأكل في المطعم اللي بيظهر لك على الشاشة ده رائع، ويا سلام لما يجيب لك صورة حد مشهور أكل فيه وبتصدق إن الأكل تحفة وطعمه خيال كأنك دقته بالظبط، مع إنه ممكن يكون عادي جدا. واتكلم الكاتب عن اختلاف مفهوم الاحترام. عارف العلامة الزرقاء اللي بتتحط في الفيسبوك على صفحات شخصية وعامة؟ بتكون دليل لتوثيق إن صاحب الصفحة دي هو فلان الفلاني المشهور، والتوثيق ده مهم عشان ناس كتير ادعت إنهم شخصيات مشهورة غير شخصياتهم من حسابات مزورة، عشان يدخل فيها أكبر عدد ممكن من المتابعين للشخص المشهور ده. لكن الفيسبوك تعامل مع المشكلة دي من خلال وضع العلامة الزرقاء على الصفحة عشان تكون رسمية ودليل المصداقية والتفاخر بين مختلف الأوساط، بالرغم من إن صاحب العلامة ممكن يكون شخصية عادية ومغمورة. المهم العلامة الزرقاء تبقى موجودة. انت بتتكلم مع واحد صفحته فيها العلامة الزرقاء، وده دليل خلى الكاتب يسأل عن تطور المظهرية في المجتمع اللي اتطورت من التفاخر بسيارة فاخرة أو اسم عيلة أو وظيفة مرموقة للتفاخر بعلامة بيرسلها موظف الفيسبوك لصاحب الحساب، وممكن الفيسبوك يسحبها تاني في أي وقت عادي جدا. وطبعا ده أحيانا ناتج عن قلة الثقة بالنفس ولفت الانتباه بطريقة عصرية تافهة. وطبعا الكاتب مش ناسي الناس اللي تعليقاتهم محفوظة، كلاشيه سلبي في كل حتة وعلى طول، وغالبا بيكون الشخص ده عنده مشكلة مع نفسه أو شغله أو حياته عموما، فيطلع بقى على المواقع ويهبط بأي كلام سلبي محفوظ زي الاسطوانة المشروخة وينشر ده في كل الصفحات الممكنة. والسبب في انتشارهم ده هو دعم منصات التواصل الاجتماعي لأصحاب البعد الواحد الغير متفتحين على أي أفكار أو تغيرات أو تطلعات مختلفة، ناس كده ملهمش بصمة أو إضافة جديدة في الحياة. وسلط الكاتب الضوء على ظاهرة بتحصل كل دقيقة تقريباً، وهي تجزئة المبادئ، ويا ريتها تجزئة عادية، دي فتفت المبادئ. زي مثلا لما ينزل بوست عن قضية تكون الست هي المتهمة فيها، بتلاقي ناس كتير بيهاجموا الناشر واتهاموا بالتشهير للستات، وده مرفوض وضد المبادئ وبلا بلا بلا، في حين نفس الناس دي بتنشر أخبار عن ابن رجل أعمال مشهور أو صور لفنان أو أخبار شخصية عنه
لمجرد إن واحد منهم عمل مشكلة. طيب إيه الفرق؟ ما المبدأ واحد، لكن الكيل بمكيالين هو الشائع والمسموح به في عالم السوشيال ميديا. كله بيتكلم عن كله، وعن ظاهرة أصحاب الجيب المخروم، واللي سماهم الكاتب بكده علشان الناس دي شايفة نفسها خسارة في البلد دي، وبتحب جدا ينشروا أفكار وآراء فذة وعبقرية للجميع. وده من جهة، ومن جهة تانية بيتضايقوا جدا من سرقة أفكارهم أو تكرارها، ويتعصبوا أكتر من المجتمع علشان مش بيستفيد من أفكارهم وآرائهم من جهة تالتة، مع إن المجتمع ما طلبش رأيهم أصلاً. وعبر الكاتب عن غضبه من ظاهرة سماها الاجتزاء، وهي منتشرة جداً، ومعناها إن الناس تختار جزء من كلام مش عاجبهم في بوست أو منشور كتبه حد من الناس فينصبوا له المحكمة، وإنه إزاي يقول كده ويكتب كده بدون أي احترام لحرية الرأي والاختلاف. وكمان في عالم التواصل الاجتماعي بتلاقي نفسك بتتعامل مع ناس يمكن نقول إنهم موجودين فيزيقياً، لكن هم في الحقيقة بلا قيمة أو معنى. هم ليهم حساب وصور وفيديوهات، ويمكن عندهم ناس مشهورين ومعروفين، لكنهم ولا شيء، ناس فاضية من جوه وسطحية وبلا محتوى هادف. والله يسامحهم الخوارزميات اللي بتساعد في انتشارهم لمجرد متابعة الناس لمحتواهم، فادتهم القيمة المزيفة والانتشار الواسع على التايم لاين. وطبعا الناس دي هدفهم الشهرة والسعي لمصالحهم الخاصة، ولأنهم ظاهرة هينتهوا بسرعة وهياخدوا الترند ويتنسوا. عاملين كده زي العيل الغتت اللي بيضرب جرس الباب ويطلع يجري، عمل دوشة وأثار الانتباه لكن بلا هدف. والحل إننا لازم نتجاهلهم تماماً، لأنهم مجرد فوضى اجتماعية مش أكتر. وختاماً، بيشبه الكاتب منصات التواصل الاجتماعي بالعوامة اللي في رواية نجيب محفوظ الشهيرة صرصرة فوق النيل، اللي مليانة ناس متعلقين فيها ومفيش قدامهم حل أو مفر غير الصرصرة مع بعض برغم عدم معرفتهم أصلاً ببعض. وبيسأل في النهاية: ليه وصلت دماغك لكده؟ وإيه الحل؟ هل إنك تهرب من عوامة التايم لاين وتلحق دماغك، ولا هنفضل نفوق في مساطيل السوشيال ميديا يمكن يقتنعوا إنها مجرد صرصرة ملهاش أي فايدة؟ وبيأكد إن الوحيد اللي قادر ينجو من الصرصرة دي هو اللي ينسحب ويرجع نفسه لطبيعته الواقعية في زمن البلوك. يا ترى يا صاحبي هتكون واحد منهم ولا ليك رأي تاني؟ دمتم بخير سالمين.